السلام عليكم. اليوم راح نحضر معاكم كيك بلا كريم يجي بزاف خفيف وبنين وبنته كيما لي ترونش. تبعوا الوصفه وما تنساوش دعموني بجيم ومتابعه للمزيد من الوصفات ونمر لطريقه التحضير. في هذا الكيك نحتاج حبه تاع البيض ورشه تاع الملح، كاس الا ربع تاع السكر، كاس ناقص ربع. ندرب مليح البيض مع السكر. نضيف مغرف صغيره لاغوم، انا توجور نستعمل لاغوم تاع الكراميل. نخلطها مليح، بعدها نضيف كاس الا ربع تاع الحليب وكاس الا ربع تاع الزيت ونخلطها مليح. بعدها نضيفو زوج خميره كيميائيه، زوج مغارف تاع الكاكاو وكاس وربع تاع الفرينه، والفرينه تبقى حسب النوعيه، ونخلط مليح. توجور باش تعرفوا القوام تاع الخليط شكلو 8، اذا ما هبطتش ما يحتاج فرينه زياده. نحطها في البلا اللي كنت دهنته بالزبده والفرينه. السمك البلا 30/25 يجيكم السمك كما شفتوه في الفيديو، واذا بغيتوه كما لي ترونش السمك تاع البلا 40/25. وندخلها يطيب على نار متوسطه وما يطولش الطياب. طلعوا لا كريم شونتي، عندي كاس ونص بودره شونتي، كاس تاع الماء، مغرف صغيره تاع الكاكاو، ونضربها مليح. وهذا هو الشكل تاع المول بعد ما طاب، يجي بزاف طري وهشيش كيما راه موضح قدامكم في لا فيديو. نخليه يبرد شويه ونحط فوقه لا كريم شونتي ونغطيها وندخلها للكونجيلاتور بالخوف تشد روحها. في شوكولا ذوبتها في حمام مائي وضفت لها الماء. نجبدو المول من الكونجيلاتور ونحطو فوقه الشوكولا ونفرشها كامل. زينتها بشوكولا رابيت مورسو من الفوق وتبقى اختياري. وهذا هو الشكل تاع الكيك، نقطعه دي مورسو. وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا تاع نهار اليوم. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. الى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي في روحتكم. سلام.